ميه الشرب من يوميها وهي ميه الشرب بايظه. احنا ما بنطيش الريحه. يعني انا عشان في بيتي انا اشرب كوبايه ميه بغليها الاول، انا ما بقدرش اجيب ازازه ميه معدنيه. كل سنه لازم نعاني المعاناه ديت، اولادنا هم اللي بيشربوا الحاجات ديت. الرواية الرسمية عزت الظاهرة إلى محاولة أصحاب المزارع السمكية التحايل على القانون الذي يجرم الاستزراع السمكي في نهر النيل بوضع أقفاص الاستزراع السمكي على أعماق أكبر من المعتاد لتلافي اكتشافها من قبل السلطات التي نشطت أخيرا في ملاحقة المخالفين، وهو ما تسبب في نفوق الأسماك المعروفة باسم السيلفر كونها لا تستطيع العيش في هذه الأعماق. عشان ركزنا في الحمله دي 3 ايام متواصله ادى اللي حضرتك شفته ده. فيها ناس تقول ده الميه جايه مسممه وجايه مش عارف ايه من الجيزه. طب اشمعنى ما ظهرتش الا في المكان اللي احنا قمنا بيه في الحمله وفي نفس توقيت الحمله؟ ليه ما ظهرتش قبل؟ وليه ما ظهرتش بعد؟ وبعدين نوع معين واحد من السمك، لان ده المكان القفص دي ما بيعملش الا نوع واحد بس. النوع ده اسمه السيلفر. الصورة توضح نفوق أنواع أخرى من الأسماك التي تعيش في تلك المناطق بشكل حر وبصورة طبيعية بخلاف سمك السلفر. جميع الأسماك داخل الأقفاص وخارج الأقفاص ماتت. البلطي اللي هو أساسا موجود في نهر النيل مات، ودي تعد كارثة. لما البلطي يموت اعرف كويس وتأكد تماما إن المياه مسممة بكل المقاييس. احنا عندنا ملوثات تانية، عندنا مصرف الرهاوي، عندنا المصارف المنتشرة على النيل. الحاجات دي كلها لو ما اتحلتش الأزمة هتفضل تتكرر سنويا. أهالي مدينة فوة بكفر الشيخ يرجعون أسباب حدوث هذه الظاهرة والتي تتكرر في نفس هذا الوقت من كل عام وإن بدرجة أقل كثيرا، يرجعونها إلى تلوث مياه النيل في هذه المنطقة بسبب وجود مصانع قريبة. تمكنا الحمد لله في خلال الفترة المادية على مستوى 4 أيام من إزالة جميع الأسماك النافقة بمياه النيل، وأصبحنا في تحسن كويس والحمد لله. الوضع قدام حضرتك زي ما أنت شايف، يعتبر تم القضاء على الظاهرة بنسبة 96-97%. تتزامن الظاهرة مع تقليل منسوب مياه النيل الذي يتم بشكل مخطط سنويا لتطهير الترع والمجاري المائية، وهو ما يعرف محليا باسم السدة الشتوية، ظاهرة تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة للسكان المحليين، لكن الضرر الصحي والبيئي المتزايد لها يبدو هذه المرة استثنائيا في ظل تضارب حول أسبابها. ونشرتنا هذه انتهت. يمكنكم دوما متابعة آخر الأخبار والتقارير على موقعنا على الإنترنت وعلى صفحتنا على فيسبوك وتويتر. يمكنكم أيضا المشاركة بآرائكم في برامجنا التفاعلية ومشاهدة البث الحي لBBC على الموقع. أيضا لمن انضم إلينا الآن موجز بها